السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ صحه مزيانه؟ كيف عاملين؟ كلشي مزيان؟ جبرتوني اليوم طلعت للطراسه، والله الا الصباح بكري باقي بكري، وقلت علاش انا ما نمشي معكم واحد الفيديو ندردش معكم شويش، خصوصا ان المره اللي فاتت باش كنت عملت لكم فيديو على حسب الواحد يبيع ويشري احسن ويخدم العقل ديالو، يعني يخدم بالعقل ما يخدمش بالجهد، باش هكذا كتكون عنده الصحه ديالو. المهم شحال من واحد كتب لي تعاليق يعجبكم، قلت علاش ما نعملش فيديو اخر. غنهضر لكم اول حاجه هو كيفاش انا فطنت من بعد ما كنت كنعمل واحد المجهود بحال اللي قلت لكم بدني، وبديت كنعمل ما بقيتش كنعمل داك المجهود البدني اللي كنت شحال هادي. رجع عندي الوقت لوليداتي للراجل ديالي، رجعت كنقدر انني نخرج نمشي للمواطع. المهم بزاف ديال الحاجات اللي تبدلوا لي في الحياه ديالي. انا نقول لكم انا بحال اللي كنت ناعسه من 22 عام، فوقاش فقت وانا عندي 36 عام. ما فطنتش بالوقت بتاتا، ما فطنتش بالايام والعيمان اللي دازوا مره ما حسيتش بيهم، لدرجه ان بعد النوبات كانت كتجي 3 سنين 4 سنين ما سافرتش مره. علاش؟ حيتاش عندي واحد المسؤوليه، حيتاش كنت كنخيط للناس، حيت كنت كنخدم وكنت كنتبع واحد الشغف اللي هي خدمه ديال انني نخدم ونبتكر ونعمل هاد الجلابه وهاد الجلابه. نقول لكم صريح العباره، لدرجه ان بعد النوبات كيكون شي واحد مريض كنقول يا ربي ما يموتش، وانا مثلا عندي شي شوار ديال العروسه اولا عندي شي خدمه اللي مستحيل انني نبطل، حيتاش الكليان بطبيعه الحال ما يعقلش عليك بتاتا في الشغل ديالو ولا في الخدمه ديالو ولا في شي حاجه، صافي كيرجع واحد الوجه اخر واحد التعامل اخر وبزاف ديال الحاجات اللي كيتبدلوا. مثلا كيجي في الاول كيحترمك يهضر معك بالصواب وكل شيء، حد ينزل لك واحد 100 درهم ولا 200 درهم ديال العربون ويقول لك خدم لي وشنو تعمل لي وشنو تعمل لي. تما اذا غير صنع لك خصك تكون حاضره، اذا غير عيط لك وقالت لك حق انا غير دوز هيدا جي هاد المحل وجيت خصك تكون كاينه. ما يمكنش انك ما تجاوبش، اذا ما جاوبتيش تجبر واحد المعامله اخرى. وداكشي كامل كان كيضغط عليا لدرجه انني وصلت لواحد المواصل اللي ما بقيتش كنستحمل شي حاجه اسمها تليفون، اولا انني نبقى نهضر في التليفون وقت طويل، ما بقيتش كنقدر نستحمل. وصلت لواحد الدرجه اللي رجعت كنتعصب وبديت كنهمل بزاف ديال الحاجات منهم صحتي، بزاف ديال الحاجات اللي ما كنتش. المهم من غير حاجه وحده اللي انا دائما كنت كنعملها واللي ما ندمش عليها، هي انني دائما كنت كنعمل واحد المساعده في الدار. علاش؟ حيت بدون مساعده راه الدار ديك الساعه غتسرون وغتقلب كامله. يعني يكفي انني نطيب الغدا ونعمل ونوجد ونمشي للمحل باش نقدر نقابل الشغل اولا شي حاجه. هادشي بلا مثلا الخساره اللي ممكن انك تخسرها وانتي مثلا كتخدم شي بياسه، مثلا المعلم كيكمي اولا شي حاجه وقطر عليها خصك تمشي تشري ثوب اخر. هادشي بلا اذا مثلا عطيتي للطراز طرز لك شي بياسه وضيعت لك الكمام خصك تمشي تفتش على ثوب اخر، وكتكون مثلا بياسه تقنت لك بالثمن اولا وقع لك فيها شي ديفو، وكخصك ضروري تسكت وتبتسم وتهدن باش ما تعصبش. هيدا كنعمل انا. تجبروا مثلا وقع لي مصيبه تجبروني كنضحك، تقولوا هذه حمقى اش كضحكوا؟ انا داك الضحك كامل كنضحكوا حيت ما خصنيش نخرج العصب، ما خصنيش نتغير، كنقول هدن. لكن داكشي كنت كنردو لقلبي كيعود عليا بالعصب. هادشي بلا واحد الجانب اخر اللي هو مثلا كتكون كتعامل مع شي كليانه مده كبيره وكتخلصك وكل شيء، كيجي واحد النهار مثلا اللي وقفات على الشغل ديالو كانت مزروبه وما عندهاش الوقت باش تمشي تصيفط لك فلوس، وكتقول نتينا هذه ثقه ودائما كنتعامل معها اجي نصيفط لها الفلوس اجي نصيفط لها الحوايج. ملي كتصيفط لها الحوايج كتفاجئ بانها ما تخلصكش. جوج الحاجات تقول لك، يا تخرج لك فيهم العيب وتقول لك هذه ما صالحاش وهذه 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 وهذه،
نقدر نردهم لك، لكن كتكون حضرات فيهم ولبساتهم، يعني كتجي صعيبه باش انها تخلصهم. انا وقعت لي مرارا وتكرارا لدرجه ان مثلا الحاجه اللي كنتخلص فيها قبل كنتشكر عليها وكيقولوا لي الله يعطيك الصحه، والحاجه اللي كنصيفطها بلا فلوس هذا هو الجزاء اللي كان. هذا مؤخرا مشات لي 5000 درهم، مشات لي 2.5 مليون مع الكليان اللي كنت كنتعامل معهم، واحد المعامله اللي هي جد مزيانه والله يعمرها سلعه، والناس ما فضلتهم قدامكم. اذا المشكل فين كيكون؟ هنا مشكل فيا انا. علاش؟ حيتاش انا اللي كنثق. اما هي خدمه هاك ارى ما كاينش الا بلاتي حتى العام اللي ما جي اولا حتى الشهر اولا ما قدرتش، ما كاينش. هذه نقطه مهم. انا بقوه ما تضغط في الخدمه وداك الشيء، جيت واحد النهار بقيت كنشوف هيدا، كتبشي عليكم نقول لكم الصراحه، بقيت كنشوف في الانستغرام الناس اللي بحالي مثلا كانوا خدامين. جبرت 3 الناس اللي هما معروفين عندهم باجات طالعين في الانستغرام، كانوا كيعملوا الخياطه ما بقاوش، كانوا كيبيعوا الحاجات الغاليين ما بقاوش، 2 كيبيعوا الحاجات الرخاصين، وحده رجعت كتبيع الرومي. في نظرك علاش؟ رغم ان الجلابه حنايا ملي كنبيعوها كيكون فيها مثلا 500 درهم 600 درهم ديال الربح ياك، لكن علاش تخلت على الخدمه اللي هي الخياطه اللي هي الحاجه غاليه، يعني كتربح فيها تماره لكن كيكون فيها الربح. كذب عليكم كذب. هذا الشيء بلا ناس اللي مثلا كيخدموا بالثمن مليون 9000 درهم، هذوك راه كتبقى لهم في بياسه 4000 5000 درهم 3000 درهم. داك الساعه باقي نطرق لكم لهذا الموضوع اللي مثلا باقي فيها جهد وعندها نفس طويل، بحال اللي كان انا عندي شحال هذه ممكن انها تخدم على راسها، لما لا. مهم قلت لكم هي هذيك، قلت علاش اذا خصني نعرف علاش، خصني نكتشف ونشوف. بقيت كنشوف كنشوف استشلا في كيفاش كانت وكيفاش رجعت، وجبرت باللي مين بدلوا رجعوا في البيع والشراء، رجع عندهم الوقت باش يخرجوا، عندهم الوقت لوليداتهم، عندهم الوقت باش يكونوا حاضرين في السوشيال ميديا، يعني باش يهضروا مع الناس يعملوا فيديوهات هذا. لكن الخياطه كتدفنك باللغه العربيه، واي خياطه كتجبرها عندها الشغل. انا كنعرف بزاف د الخياطات ملي كتهضر معايا كتجبرها مفتونه، هذه مزروبه العيل خصني نمشي موراه، خصني نعمل، خصني نفعل هذه بلا لا قلت لكم مشاكل اللي ممكن انك تطيح فيهم ياك. جبرت اذا قلت انسه بلاتي انتينا خدمتي وعطيت في الخدمه وعملت موديلات، وهذا الشيء ماشي يعني انني غنوقف الصفه نهائيا، الا باقي لحد الان عندي شي كليانات اللي ظريفين والله يعمرها سلعه، وفي نفس الوقت كنبيع الجليلبات اللي ناقصين الثمن دابا. وفي الايام د رمضان نقدر نعمل شي جليلبات اللي هما بالثمن، لكن واحد الكميه بسيطه ماشي داك الكميه اللي كبيره بطبيعه الحال، اللي انا تخليني نكون مرتاحه، نفكر في راسي، ونفكر في انني نكون مزيانه ومرتاحه، نفكر في وليداتي في الدار ديالي، ونشوف الحياه ونعيش. ماشي نبقى مدفونه انا كنخيط باش حقه نتسمى باللي حقه هذه كتعمل بياسات مزيانين ومتقونين والطفيره رقيقه وتريسنات وداك الشيء عندها متقون واعر الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. لكن هاد الانسانه اللي كتعمل داك الشيء مزيون وظريف وغزال ومتقون وواعر وفنيوان، راه كتجبرها الحبيبه ديالي كضرب تماره، وعندها العواقب اللي هي كتسمح في الدار ديالها وكتسمح في وليداتها يعني مده طويله. دابا انا نشرح لكم واحد الحاجه. دابا انا ملي كنت كنخيط كخصني نوض نعمل شغلي، خصني نخرج 10 خصني نكون في المحل، بعد مرات كنهود مع داك 4 2:30 3 باش هذا نرد الغداء، اولا كنكون رديت الغداء ولا شي حاجه. علاء كنت كندخلو، يعني كنت كنعملو ساعات اضافيه باش كيبقى مده طويله في الحضانه، اولا كنعملو شي وحده اللي تقدر تجلس معاه في الاشيه ملي يخرج من الحضانه. ما كانش عندي الوقت مثلا نقدر في 6 يجيو عندي الضياف نكون حاضره بكل فرح، لا واخا نكون حاضره باش نكون معكم صريح، واخا نكون حاضره عقلي كامل كيكون في الخدمه.
كنكون كنفكر في داك البياسه اللي خصها تخرج، الو الخياط، الو فلان، الو، نبقى حياتي كامله وانا نجري وجاري، ما غنشوفش الحياه ديالي، ما غنشوفش وليداتي كيكبروا عام بعد عام كيطيروا، ما كتكونش حاضره معاهم في بزاف ديال الحاجات. مثلا غير في رمضان نقول لكم ما يمكنش انني نخرج نفطر على برا ولا نمشي معروضه عند شي واحد، واذا مشيت كدبشي عليكم كنمشي بزز مني، واذا جا عندي شي واحد كنكون مضغوطه وبالي تما ودابا ساعه الو 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 في التليفون، يعني ما عايشاش واحد الحياه اللي انا مريحه ومرتاحه فيها مليون في المية. اذا حاولت انني نفكر في راحتي، على داكشي قلت غنعمل بيع وشراء. يعني انا فقت من بعد سنين، انا قلت لكم بحال اللي كنت ناعسه هذه في 22 عام، وفقت وانا عندي 36 عام بدون ما نفطر في داك العيمان اللي دازو. علاش؟ غير جري حتى مثلا في الصيفيه البحر اولا شي حاجه، دابا كنهضر معكم كنشوف هيدا حتى البحر بغرضي، فهمت؟ حتى في البحر اولا شي حاجه ما كنقول يا ربي ما يقوليش يلا نمشيو للبحر ولا شي، فهمتي؟ يعني كتجيني مزيانه اذا ما كناش خارجين ولا شي حاجه، حيت عندي الشغل وعندي خدمه وعندي، اولا مثلا اذا كنا خارجين خصني نوض ونطلع وندفع هادي وندفع هادي ونعمل هادي ونفعل هادي. صافي وصلت لواحد الدرجه اللي عييت فيها من هاد الناحيه ديال جري 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 باش نلحق واحد الحاجه اللي انا كنبغيها. لا، قلت انيسه فيق، نقول لكم واحد الحاجه، تخيلوا حتى بالكريمات كنشريهم تقريبا كيدوز لهم التاريخ وانا ما عاملاهمش، علاش؟ ما عنديش الوقت. نقول لكم واحد الحاجه، دابا انا جيت في شارع مكسيك في بيتزيريا دلوكس في الهبطه، قيصريه جوهره، هذيك هي قيصريه اللي كنرتاح فيها حيتاش فيها الراحه وتا الناس اللي تما مزيانين. ما علينا، تخيلوا شارع مكسيك حدايا، ما عنديش الوقت انني نشوف المحلات او لا ندخل القيصريات او لا نشوف، لا مره ما عنديش الوقت، حيت وقتي كامل في الخدمه، والناس اللي خدامين في الدومين راه عارفين علاش كنهضر. انا قلت لكم بلا بزاف ديال الحاجات عليها فكرت في انني نعمل البيع والشراء وجربته، عاد عملت معكم فيديو حيت انا ما يمكنش انني نقول لكم واحد الحاجه وانا ما جربتهاش. نزيد لكم واحد الحاجه اخرى، مادام عملت معكم هذا الفيديو قلت لكم اللي في قلبي باش تعرفوا شنو كاين، ماشي انا عارفه بلي كل شيء غينوض يعمل بحالي، لا، عارفه كاين اللي غيسمع الهضره وغيقول عندها الصح انيسه، انا عييت، علاش ما نشوف ندخل فلوس بواحد الطريقه اللي هي سهله ما فيهاش هاد التماره بزاف، ياك؟ وكاين اللي غيسمع الفيديو ديالي والهضره ديالي ويقول لا انا كتعجبني الخياطه وما نقدرش وهذه وهذه، بطبيعه الحال يبقى خدام حتى واحد النهار عاد ديك الساعه يفيق. ما كنهضرش على الناس اللي مثلا كيخدموا باش كياكلوا ويشربوا ويخلصوا الكرا والماء والضوء، باش نكونوا متفاهمين. هاد الهضره للناس اللي عندهم فين يعيشوا، اذا ما خدموش عندهم شكون يوكلوا، يعني ماشي مره واحد الدرجه اللي صعيبه. وكنهضر مع الناس اللي كيكونوا عندهم واحد الوقت كيضيعوه غير في الحاجات الخاويه، مثلا اجي نجمع مع الجاره، اجي نجلس مع فلانه، اجي نقابل العشيات، اجي نعمل الحاجات اللي ما يعودوش عليا باش ينفع. كنهضر مع هاد الناس، تقدر تكون هاد الحاجه مشات لك من بالك وانا نكون سبب باش نفكرك. لذلك ان شاء الله المره اللي ما جا فيديو اللي ما جي غنشارك معكم افكار، وغيكونوا افكار اللي هي مزيونه، واللي مزيون اكثر واكثر هو انني غنشارك معكم مثلا حاجه، غنشارك معكم مثلا اذا بغيتوا السلعه منين تقدروا تشريوها. اذا بغيتوا بيجامه شمن جهه هنايا في طنجه كاينين بيجامات، اذا بغيتوا كبابط رومي شمن موطع اللي ممكن انكم تمشيو باش تشريو، اذا بغيتوا مهم الحاجات بحال هيدا اللي تقدر مثلا انك تمشي تشريهم وتعاود فيهم البيع وهيدا غتربح. بطبيعه الحال اذا بغيتوا قفيطنات ولا جليبيات راه انا بيدي كنبيعو بجمله وكنعمل ثمن مزيون. وعاد حاجه اخرى اللي كنعملها حتى واذا شي وحده
مثلا ما قدرتش انها تبيع ولا شي حاجه، ممكن انني تردهم لي وانا نبيعهم لهم ونعطيه الفلوس. حتى هذه القضيه كنعملها بحق، كنعملها مع الناس اللي واصلين حتى لهاد النقطه. واللي بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بارطاجيو الفيديو باش هيدا تعم الفائده، وان شاء الله غانا قلت لكم غنبقى نشارك معكم مواضيع. نزيد لكم واحد الحاجه، حتى بالنسبه للناس اللي باغيين مثلا يعملوا مشروع ديال الزيت ديال الشعر، الناس اللي باغيين يعملوا مشروع ديال اللحسه، نقول لكم منين تقدروا تجيبوا التيكي، منين تقدروا تجيبوا الرديمات. المهم الناس اللي هنايا في الاماكن اللي هنايا في طنجه، المهم غنشارك معكم بزاف الافكار وبزاف الحيل اللي تقدروا تعملوا بها شي حاجه تقدر توصلكم. وهذا الشيء كامل اولا باش ندي عليه الاجر، حيت اذا علمتك واحد الحاجه ولا عطيتك واحد الحاجه، ممكن انك من تخدم بها وتمشي بعيد ما كتعرفش عندي اجر حتى انا باش نجيكم صريحه. حاجه اخرى حيت عندي زازين كذبش عليكم، انا بامكاني نبيع لكم ونعمل لكم فيديوهات ونبقى خدامه ونصور وننزل ونعمل، وبعد النوبات بحال اللي كيعملوا ناس اخرين كيعملوا فيديوهات وعنوان مثير. مثلا بحال مثلا هاد الايام تكون جيت كان عندي الفريغو وفسد لي الحوت الجداد اللحم كلشي مشالي شي 4 ايام وهو مطفي، ما عرفتش كيفاش تطفى. كان بامكاني نعمل لكم فيديو عليه وداكشي، لكن لا، انا يعجبني نعمل لكم واحد الحاجه اللي انا نفرح حيت عملتها لكم وانتم استفدتوا منه. وبالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فيا والناس اللي قدامي، غتكونوا كتلمسوا في الفيديوهات ديالي انني كنبغي الخير للواحد، ما كنبغيلوش الشر. يعجبني الواحد انه يوصل لشي حاجه. المهم قلت لكم دابا نشارك معكم افكار، نشارك معكم حاجات، نتوما عاوتاني بدوركم اذا شفرتوا شي حاجه اللي المهم كتبوا في التعاليق، يقدر شي واحد هيدا يستافد اولا شي حاجه. وهنايا غنكون ساليته معكم الفيديو ديال اليوم. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه وعلى التعليق ديالكم اللي هي كتفرحني بزاف بزاف. الله يحفظكم ويكبر بكم. ودابا صافي غنمشي للرياضه. شفتوني شي انا لابسه كيدما باش نمشي نتريض، وغنصور لكم فيديو ان شاء الله المره اللي ما جا. صافي يلا بسلام عليكم.